هل قرار الطلاق هيكون صح ولا لا؟ الاسبوع اللي فات حد سألني سؤال، قرار الطلاق هيكون صح ولا لا؟ والسؤال ده كان مثير للاهتمام جدا، لان الطلاق ممكن تكون احسن حاجة نعملها لأولادنا وتكون اوحش حاجة نعملها لأولادنا. خليني اوضح لك، الطلاق نفسه مش هو اللي بيضر الاطفال، اللي بيضرهم هو اللي بيحصل قبل الطلاق وبعده. لو بيتك مليان صريخ وتوتر ومشاكل بشكل مستمر، ولو الولاد شايفين مامتهم وباباهم على طول في حالة حرب والدنيا مش مستقرة، فوقتها بيكون الطلاق للأسف طبعا إنقاذ للولاد. السؤال بقى المهم اللي نسأله لنفسنا، إيه اللي أقدر أعمله عشان أحمي أطفالي نفسيا في الوقت ده، سواء فضلت متجوزة أو اتطلقت؟ لأن في أمهات كتير فاكرة إن الواحدة تستمر في جواز تعيس وتكون هي معذبة هو الحل علشان تضحي عشان خاطر ولادها. بس الفكرة إن الولاد بيتأثروا أكتر بكتير من لما يكونوا عايشين في بيت فيه اضطراب وفيه توتر طول الوقت، بيكون بالنسبة لهم أوحش من الطلاق بين مامتهم وباباهم. وفي امهات تانية بتبقى فاكرة ان الطلاق هو اللي هيحل كل المشاكل، بس بتلاقي نفسها بتنقل الانماط السلبية هي لحياتها الجديدة. اللي اطفالك بقى محتاجينه منك ام مستقرة نفسيا ومش عايشة في توتر مستمر، بيئة آمنة مليانة حب مش مليانة صريخ وزعيق طول الوقت، انهم يحسوا ان هم محبوبين من الطرفين مهما حصل ومهما عملوا، الصدق المناسب لسنهم على اللي بيحصل بالظبط، استقرار في الروتين وفي القواعد. مش مهم انتوا مع بعض ولا منفصلين، المهم ان انتوا الاتنين فريق واحد بيشتغل علشان خاطر الولاد. سؤال للتفكير، لو اطفالك كبروا وبقوا في نفس وضعك دلوقتي، هتنصحيهم يعملوا ايه بالظبط؟ الاجابة عن السؤال ده هتديكي وضوح اكتر للي انتي محتاجة تعمليه والقرار الصح ليكي ولولادك. شاركيني رأيك في الكومنتس تحت. ايه اهم حاجة محتاجة تتوفر للأطفال في اوقات التغيير الصعبة اللي زي دي؟